بسم الله الرحمن الرحيم. المرة اللي فاتت كنا وقفنا عند الموديلنج. إن شاء الله النهاردة هنكمل الخامات. أول حاجة هروح على الشيدنج، وهاجي عند أول واحد. هاجي عند أول واحد وأقول له نيو. تمام. هو أول واحد موجود هنا أهو، عندي اللون الأسود. تمام. فهاجي هنا وأديله لون أسود بلاك كده. تمام. فأنا عايز مثلا الرفنس بتاعه عشان يبقى بيلمع شوية، أقول له إيه 0.2. تمام. هيديني اللمعة دي. تعالى نشوف كده. تمام. اداني اللمعة دي، وهسميه الماتيريال دي بلاك. هاجي عند تاني واحدة أقول له نيو. طبعا اللون بتاعنا التاني اللي هو الذهبي. طب ازاي انا هعمل اللون الذهبي ده؟ بص، انت ممكن تعمل كده وتختار اي لون، مثلا اي درجه من دي، وتقول ده الاصفر، وتعمله ميتاليك بعد كده. بس الافضل انا عايز اجيب اللون الذهبي او البانتون زي ما بيسموه، بتاع اللون الذهبي. فانا هعمل ايه؟ هاجي على جوجل واقول له مثلا ادوبي كولر، واختار اول واحده. تمام. هيطلع لي هنا. هاجي هنا على اكسبلور ومن السيرش، فاقول له عايز الجولد، واقول له انتر. هنا هيطلع لي البنتونات اللي فيها درجات اللون الذهبي. فانا هخش على البنتون ده مثلا كده، وهختار انا عايز انهي لون، الفاتح ولا الغامق ولا ايه. فانا هختار ده. حلو. هقول له كوبي، وهاجي هنا اضغط هنا، واجي على، هتلاقي انت عندك على الار جي بي. تمام. او على اتش اس في. فانت ايا كان الوضع هتيجي ايه. فانت هتيجي هنا على الهيكس وتقول له، تعمل كده، تقول له كنترول في انتر. انت كده نزلت الدرجه بتاعت اللون الذهبي اللي احنا اخترناه. طيب هاجي على الميتاليك وشد للاخر. تمام. والرفنس زي ما انت شايف كده، اللون مط زي ما بيقولوا. فانا عايز الرفنس بتاعي 0.2. تمام. هتلاقيه كده حلو، عامل بلور شويه. لو عايز تخليه بيعكس اكتر هتقول له 0.1. تمام. بس انا عايز 0.2 احلى. 0.2. تمام. وما انساش اسمي الخامه بتاعتنا دي واسميها جولد. تمام. هاجي على النجوم دلوقتي، وهختار. كده كده الخامات اتسجلت عندي، فانا مش محتاج اعمل من الاول، فاقول له جولد. هاجي على النسر التاني برضو ده. تعالى كده اهو، ايجل 2 او ايجل 1 ده اللي هو ده. وهقول له نيو. لا بلاش. وهقول له برضه نفس الكلام جولد. طيب النسر التاني ايجل 1، أو النسر التاني هقول له بلاك. تمام. هيتبقى عندي دي اللي هنشتغل عليها. فانا هعمل كده، اقول له نيو، وانزله مثلا عشان تشوفوا كده لون افتراضي اللي هو ايه الاحمر. وهقول له ايه 0. وارجع الرفنس والله 0.2. تمام. يبقى زي اخواته كده. تمام. طيب هنا عندي في الصورة دي زي ما انتم شايفين كان عندي الخامة دي مش محطوطة لون سوليد، اللي هي الخامة اللي احنا طلعناها من الملف بتاع الاستيليتور المرة اللي فاتت. اللي هي الخامة دي انا عايز اركبها على اللوجو بتاعنا. طب اعمل ايه؟ زي ما انا كده، هي مش هتفرق اللون طبعا، زي حتى لو خليته ابيض عادي. بس هاجي هنا اقول له شيفت ايه، سيرش ايمج تكتشر. تمام. وهوصل كلر بالبيس كلر، وهقول له اوبن. تمام. وهدور على الصورة بتاعتنا اللي احنا عملناها واقول له اوبن تاني. تمام. هتلاقي الدنيا بايظة خالص يعني. طب ايه الحل؟ هاجي هنا على اليو في اديتنج. تمام. تعالى بس هنا عشان نبقوا شايفين على الماتيريال فيو. وهاجي اضغط هنا عشان نبقى شايفين الماتيريال بتاعتنا. تمام. وهقول له ايه، واقول له سلاش عشان اخليه سولو لوحده. طيب انا هعمل ايه بقى في الحاجه دي؟ انا دلوقتي عايز افرد اليو في بتاعنا. فهاجي هنا. تعالى بس الاول نرجع زي ما كانت. هاجي اقص من هنا بالظبط، واقول له الت، هياخد لي كل دول، وافضل الف انا بقى حوالينه. وافضل الف انا حوالينه ايوه. واجي اختار ده الت برضه. الت. تمام. الجزء ده برضه الت. 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 تمام.
وعايز اخد دي وانا ضاغط على الشيفت اضغط. تمام. هاجي هنا بقى اقول له ايه، كنت كليك يمين واقول له مارك سين. مارك سين ده بيحدد لي الخطوط اللي انا رسمتها دي، وفي نفس الوقت دي الاماكن اللي هي هتتقص. هنشوف ازاي دلوقتي. اجي نقول له ايه، واجي نقول له يو، واقول له الراب. تمام. هو كده ده اسمه فرد اليو في. كده هو قص لي الجزء ده عشان انا محدده، قصه لوحده، وده قصه لوحده، والجزء ده قصه لوحده. طيب هعمل ايه؟ هاجي هنا اهو مثلا. تعالى بقى نرجع بقى للمكان. تعالى نرجع كده هنا اهو. بص بقى شكله عامل ازاي. برضه لسه مش مظبوط. طب ايه الحل؟ اجي هنا واضغط على الفيرتكس دي واقول له ال. تمام. هيحددها لي كلها واقول له جي، واسحبها هنا اهو في النص شويه. نفس الكلام ال، واقول له جي، واسحبه برضه في النص شويه كده. بص تلاقي وانا بتحرك عمال يتحرك معايا عادي. تمام. طب كده ده الجزء الاولاني. فانا عايز الشكل ده يتعامل معايا من تحت ومن فوق. تمام. طب ايه الحل؟ فهختار كل دول كده وهقول له كليك يمين واقول له ميرور على الواي. هاجي هنا هفتح السناب. تمام. وهضغط هنا واقول له فيرتكس. هتلاقيه بالمنظر ده. هاخد كل دول بقى كده اهو، وهاجي اقف مثلا هنا واقول له جي. هتلاقيه نط معايا في الحته دي. تمام. يعني نقرب بس شويه عشان نظبطه. اقول له جي بس. كده بقى مطبقين على بعض. طيب تعال نشوف الشغل بتاعنا شكله ايه دلوقتي. برضه نفس الكلام اهو. كده مظبوطه، بس مفيش الابيض. طيب ايه الحل؟ هاجي هنا تاني اقول له شغل اديت مود. تمام. خدهم كلهم كده مع بعض واقول له اس. احاول بقى اكبرهم شويه كده. واقول له جي، انزل بيهم تحت كده هنا اهو. بص بقى المنظر بتاعنا بقى عامل ازاي. طب تعالى بقى نرجع باقي العناصر. واجي هنا اقول له سلاش، رجعت باقي العناصر. بص الشكل هنا عامل ازاي. النسر. بص الحته البيضاء من هنا لحد هنا. تمام. تعال نشوف بقى في اللوجو الاصلي شكله ايه. في اللوجو الاصلي عندي من اول الجناح من هنا، تمام، لحد المنقار. تعالوا نظبطها. خليك باصص كده معانا ونقول له سكيل. نبتدي نكبر، كل ما نكبر هتخش شويه. تمام. واجي اطلع لفوق او انزل لتحت على حسب بقى. ايوه انزل شويه كده. تمام. من اول الجناح لحد اول من اول. تعالى نبص من اول الحته دي. أهي. تمام. اقول له السنه سكيل. شوف سنه سكيل. ورجيم. ممكن احرك سنه صغيره. تعالى بقى نعمل سلاش تاني هنا اهو ونخليه لوحده. تعالى نشوف الشغل بتاعنا. بص من هنا بقى شكله عامل ازاي. من الجنب ده. طب انا عايز اظبط الجنب ده كله. هعمل ايه؟ اخش على الايديت مود زي ما انا. تمام. الجزء ده بقى فين؟ الجزء ده هو ده شايفين دول. تمام. والجزء ده هو الناحيه دي. طيب انا هعمل ايه؟ هصغره. كل ما علينا هعمل له عجيب مثلا اقول له كده جي. تعالى كده على جنب بره شويه. بص لما بغير، بص لما بتحرك بيتغير معايا. اقول له سكيل. صغر كده على الاخر. واقول له جي، واجيب في اي حته حمراء من هنا. تمام. عايز اللون الفاتح ماشي، عايز اللون الغامق براحتك. تمام. خليني بس الاسنان ده عشان مزواني شويه. انت لو اخترتهم كلهم كده قلت له جي، اهو هنا الاحمر وهنا الاحمر الغامق. بص بقى لو جيت على الابيض هيديني ابيض، فانا هخليه على الاحمر الغامق. تعالى بقى نعمل سلاش. تمام. تعالى نشوف بقى نخش على الشيدنج. بالظبط ادي اللوجو بتاعنا اهو زي الفل. مي اوت. بالظبط ادي اللوجو بتاعنا. ادي اللوجو بتاعنا شغال. ان شاء الله الدرس الجاي هنعمل الاضاءات وهنعمل كاميرا وهنعمل انيميشن. يا ريت الناس تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشترك في القناه عشان يوصلكم الدروس الجايه ان شاء الله.
وإن شاء الله الدرس الجاي نخلّص بقية اللوجو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.